بعد ما خلاص قربت ان انت تنافس على الدوري الانجليزي، وخلاص يعني قدامك فرصة ان الماتش الجاي تكسب ارسنال وتاخد منهم 3 نقط وتقرب قوي من الصدارة وتتربع انت في المركز التاني، ولسه هنشوف بقى مانشستر سيتي هتعمل ايه مع توتنهام. لقيت ان انت اصلا في اخر دقيقة حد راح عامل لك كده على التورته شويه تراب من فوق، بوظها لك خالص. وما تقدرش تلوم حد، يعني انت لو انت بتتفرج على الماتش او تتفرج على الجون، اقول ايه ولا الوم مين ولا اعمل ايه؟ فاول يعني من بعيد، رقم واحد. اتنين، يعني في الزاويه قاتله، ولا كان فيها هديخيه ولا كان فيها دفاع ولا كان فيها اي حاجه. هي الولد موفق بطريقه مش عاديه، لان مش من الطبيعي ان الفاولات اللي في الوقت ده تتشاط على الجون. هي بتتعمل اوفر، يا بتتبسط تتعمل جمله، لكن تتشاط على الجون وتخش في السوق هتخبط في اللي هو مستحيل تجيبها، اللي هو مستحيل تجيبها، اللي هو اصلا انت تحس وهو بيشوطها تحس اللي هو ايه ده. هو نفسه متفاجئ، يعني هو ما فرحش، هو اتمشى اللي هو ايه ده بجد جون، اللي هو اتصدم. كلام في الكوره مع احمد رص. اعمل لايك في الفيديو، اعمل لايك للفيديو، سبسكرايب او اشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعالى نتكلم عن فنيات المباراه. يا فرحة ما تمت، يعني هو بس انا شايف ان النقطة احسن من مفيش. بس بعد ما انت كنت شايف ترتيب الجدول وشكل العام للجدول الدوري، وانت الماتش اللي جاي مع ارسنال، وكمان يعني نقدر نقول السيتي لو يا سلام بقى تعارك اللي هو كمان مع توتنهام، وتوتنهام تكسب او تتعادل، هتلاقي ان الدنيا مشيت خلاص، يعني هتخش في الجيم. بس سبحان الله. بس اقدر اقول حاجه مهمه جدا في الدوري الانجليزي: لا تأمن ولا تطمن ولا تستنى ان في حاجه تكون متوقعه. ليه؟ لان يعني مثلا اقول لك انا على حاجه، لما جم عملوا كده الذكاء الاصطناعي عشان خاطر يشوف مين اللي هياخد الدوري ده السنه دي، قال لك مين؟ قال لك مانشستر سيتي وكمان ارسنال اللي هيكون التاني. طب ايه ده؟ 83 نقطه وده 83 نقطه، فمين اللي هياخد الدوري؟ السيتي عشان فرق الاهداف. فما تأمنش للدوري الانجليزي خالص، وتوقعات دايما غير يعني غير طبيعيه. ففي مباراه زي دي كان المفروض ان مانشستر سيتي هتنام النهارده وبطنها بطيخه صيفي ومستني بقى يا ترى السيتي هيعمل ايه مع توتنهام. تعالى نتكلم عن بعض النقط كده، زي نقطة ان ديخيا النهارده كان فايق جدا، نقطة ان في مشكلة ظهرت في المباراة ما بين شخصيتين مختلفين تماما في الملعب ومدرستين مختلفين، مدرسة برونو فرنانديز ومدرسة أنتوني. فأنتوني من المدارس اللي هي بتاعت البرازيلي، هو برازيلي يرقص واحد واثنين وثلاثة، وشايف ان هي دي الكورة الطبيعية، ان المتعة ان هو يبات مع نفسه واحد واثنين وثلاثة ويرقص وياخد على الخط ويطلع على بره. ده اللي متعود عليه يعمله. المدرسه الثانيه بتاعت برونو فرنانديز هي المهاره بتاعت ان انا ازاي اخترق الدفاع، ازاي ان انا من نقله نقلتين اوصل للجون، ازاي ان انا بلمسه لمستين افنش واحط جون، ازاي بحركه ممكن انقل او اغير الملعب، ازاي بحركه ممكن ان انا استلم بين الخطوط واغير اتجاه الملعب. هي دي فكرته. ولان شخصيه برونو فرنانديز في مانشستر اقوى شويه من انتوني، لان انتوني لسه جاي يعني من قريب، فمن الواضح ان داخل مانشستر يونايتد كان في رونق لكل واحد فيهم. الرونق ده اختفى تماما لما جه كريستيانو رونالدو، لذلك قابلنا سوء نتائج. حتى تلاقي في تصريح برونو فرنانديز في المباراه اللي فاتت قال لك احنا كنا الاول بنلعب كفريق بس لتحقيق اشخاص، كل واحد كان بيدور على نفسه في الفرقه، كل واحد عايز يظهر نفسه في الفرقه، يرجع تاني ياخد مكانته في الفرقه، عشان وجود كريستيانو رونالدو كان غطي عليهم كلهم، كان واخد من عنهم كل الاضواء. نفس الكلام شخصيه كريستيانو رونالدو كان واضحه كانت اقوى من المدير الفني، يعني سيطره كريستيانو رونالدو على غرفه خلع الملابس من الواضح انها كانت اقوى، او ظهوره في غرفه الملابس كان يعني مخلي لعيبه مانشستر يونايتد كل واحد في وادي. رجع التاني كل واحد لمكانته، اللي هو النجم البرتغالي اللي جاي من اسبيليا اللي جاي من سبورتنج لشبونه، فهو ده اللي هياخد المسيره الطبيعيه والتطور الطبيعي لمانشستر يونايتد. ولكن تتخيل ان برونو فرنانديز يعني شخصيته قويه على ديخيا، او يعني وجوده مهم او اهم في الملعب عن ديخيا، اللي ديخيا اللي بيلعب من ايام روني وفان بيرسي وكاريك والناس القديمه دي كلها، هو مش كابتن الفريق، واللي الكابتن هو يعني هاري ماجواير وبرونو فرنانديز اللي بعديه في الملعب.
فبالتالي اللي انت شايفه في الملعب ده او الاداء اللي في الملعب ده، اللقطه السيئه اللي ظهرت ما بين وما بين توني، هو اختلاف المدارس واختلاف الشخصيات في الملعب. دي نقطة لابد ان ايريك تين هاج يحاول يعالجها، لان لو ظهر تاني شخصية قوية في الملعب، او نقدر نقول شخصنت الفرقة تاني وبقى كل واحد في وادي، يبقى كده العيب ما كانش عند كريستيانو رونالدو، العيب عند اللعيبة دي نفسها، ان هي مش زي ما برونو فرنانديز بتلعب كفريق. الماتشات القادمه من مانشستر يونايتد مش سهله، الماتشات القادمه لارسنال مش سهله، الماتشات القادمه للسيتي مش سهله. لابد ان الثلاث فرق دول اللي عايز يثبت ان هو بطل الدوري الانجليزي لابد ان يكون مركز كويس جدا في النقط القادمه، سواء النقط الضعيفه، يعني انت كنت ممكن في كوره واتنين تسجل هدف اتنين وتلاته. كمان الفرود الجديد بتاع مانشستر يونايتد، بصراحه انا كنت حاسس ان مانشستر يونايتد بتلعب ناقص من غيره. ولو انت كنت عايز واحد تستغله في العرضيات او انه يكون، انا بصراحه ما شفتش المدرسه اللي كان بيتكلم عليها يعني إيريك تين هاج، اللي هو عايز مهاجم متحرك سريع. انا ما شفتش ده بصراحه، يعني انا ما شفتش ولا هو متحرك، ولا شفت ان هو سريع، ولا شفت ان هو بيرتقي حتى. هو تهيالي في المباراه كلها لمس الكرة 10 مرات، يعني ان انا ما جبتش الكلام ده من عندي بس، يعني هو يا 10 يا 9، ما عداش الكرة لمسها 10 اكتر من 10 مرات. فكان ممكن تعالج اكتر بوجود مهاجم زي كريستيانو رونالدو، او على الاقل لو انت مش عاجبك المدرسه دي كنت جبت حاجه تانية او شيء جديد. انا ما شفتش ان ضاف حاجه، ولكن الشيء المثمر او الشيء الممسوك او الشيء اللذيذ اللي احنا ممكن نتكلم عليه هو ان مانشستر يونايتد من ساعه ما كريستيانو رونالدو خرج وهي ما بتخسرش، وده اول تعادل من بعد خروج كريستيانو رونالدو. وبالمناسبه التعادل ولا هو ليه فيه ايريك تين هاج، ولا ليه اللعيبه، ولا ليه الجون، ولا ليه اي حاجه، هو توفيق بس، هو في من عند ربنا بس خلاص. الموضوع يعني مش، يعني كنت ممكن نقول لعله خير، يعني اكيد في اكيد الافضل قادم يعني. ومش عايز لعيبه مانشستر يونايتد او مشجعي مانشستر يونايتد يهبطوا، لان القادم لا، محتاج ان شخصيه هتبان شخصيه الفريق، او هيبان شخصيه البطل اللي جوه مانشستر يونايتد، خصوصا ان فرقه زي مانشستر يونايتد لها تاريخ كبير جدا وبقالها سنين طويله ما قربتش حتى من المنافسه بتاعت الدوري. مش هقول لك بقى انها يعني خدت الدوري، لا، ما قربتش من المنافسه، وده اكبر عار على تاريخ كبير او فرقه كبيره زي مانشستر يونايتد. فبالتالي كل ان احنا نقدر نمسكه في الوقت الحالي هو ان مانشستر يونايتد خرج باقل الخسائر، يعني كان بالامكان افضل من مكان، بس مفيش توفيق. ننتظر بقى نشوف مانشستر سيتي وتوتنهام هيعملوا ايه بكره. هيكون مباراه صعبه جدا، هتكون مباراه تحقيق مصير، او يعني هتبين قوه او شجاعه، خصوصا ان كمان توتنهام موقفها مش احسن ما يكون. يعني خلينا نقول ان توتنهام مش ده الفريق اللي بقالنا فتره متعودين عليه، او بقوه يعني المواسم الاخرى. فممكن توتنهام تكون عظمه ضعيفه قدام مانشستر سيتي، او العكس يحصل حاجه مفاجاه. لذلك هنشوف وهنستمتع بالمباراه ونشوف ايه اللي ممكن يدور. النتيجه لو ايجابيه هتكون في صالح توتنهام وفي صالح مانشستر سيتي يونايتد، وكمان في صالح ارسنال. لو النتيجه ايجابيه للسيتي هتكون في صالح السيتي بصوره كبيره جدا، ان السيتي لو كسب فاللي جاي اكيد يا يونايتد هتوقع ارسنال يا ارسنال هيوقع يونايتد، فلسه هنشوف. كمان انا عايز اقول ان ارسنال بتعمل مشكله كبيره جدا، وان لحد دلوقتي مفيش صفقات. يعني انا ما شفت الصفقه عليها العين، هم محتاجين في التلت الامامي يعني كتير لعيبه، محتاجين كتير، ومحتاجين قلب دفاع وباك رايت. فانا مش فاهم هم هي دايره ازاي في ارسنال، ومش فاهم ايه الفكره، محتاجين ايه او هيعملوا ايه، او مين اللعيبه اللي في الساحه اللي ابتدت تتعرض على ارسنال، برضه مش عارف. لكن المباراة كانت جيدة نسبيا لمانشستر يونايتد. الغريب ان كريستال بالاس يعني لو كانت داست شوية، او يمكن نقول من بداية الدوري هي مثلا المركز تقريبا ال 12 او تقريبا ال 13 في الدوري، حاجة شبه كده، يعني ان هي مش موجودة في الصورة خالص. كريستال بالاس بتقدم موسم من اسوأ مستوياتها، فبالتالي كان غريب جدا ان الماتش ده يخرج تعادل، ولكن دي حال الكورة. هنشوف بقى الايام القادمه تبرهن بايه، ونشوف الماتشات اللي جايه شخصيات مين اللي هتثبت اكتر، مين اللي هيفرد شخصيته على الفريق، مين اللي هيكون عايز اللقب اكتر من اي فرقه تانية. كده اكون انا خلصت كلامي عن مباراه مانشستر يونايتد وكريستيان بالاس.
اللي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. كان معكم أحمد نصر، إلى اللقاء.